الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهارده إن شاء الله بكابتن محمد عمر المدير الفني لنادي بارتين. هيقول لنا مدى استعدادات النهارده للمباراة القادمة اللي هي أمام الديربي، زي ما بيقولوا كده الديربي والريفية. نادي البلاس في نادي بارتين على أرض نادي بارتين. مدى الاستعدادات للفريق، يعني إن شاء الله تعالى ما يكونش فيه صعوبات عادة الكلام. ان شاء الله باذن الله ما فيش صعوبات ولا حاجه. هي كان بس المشكله كلها ان انا لسه ما اتعرفتش على الكوره كويس قوي. الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بحاول اتعرف على امكانيات اللعيبه الموجوده. كان في بعض المشاكل عند بعض الناس، حاولنا ان احنا نحل على قدر المستطاع. قدرنا نشوف بعض العناصر ما كانتش موجوده جت واشتركت. في طريقه التعرف على امكانيات كل واحد بنختار الاسلوب اللي هو الامثل لتمثيل الفرقه وتمثيل النادي، بحيث ان هو يبقى على الاقل يخرج بنتيجه كويسه ويبقى الاداء اداء مرضي الى حد ما. طبعا احنا لسه ما عملناش اي حاجه، لسه ما اشتغلناش مع الناس الشغل اللي يخلينا نطلب منهم يبقى الاداء يرجع عن الناس كلها. احنا كل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نلعب على الناحيه النفسيه والمعنويه للناس. عايز استغل حماسهم للمباراه القادمه، عايز استغل استعداد الفرقه الثانيه اللي غير طبيعي للمباراه. وانا عارف كمان ان هو عارف كويس قوي ان البلاستيك المباراه دي تعميله حياه ونور. يعني المباراه القادمه بالنسبه للبلاستيك حياه ونور، المباراه القادمه معانا بتمثل له حته زجاجه. لو هي لا قدر الله طبعا خد نتيجه ايجابيه هيمشي كويس، ولو احنا ربنا كرمنا باذن الله وكسبناه هتفرق كتير قوي في الصعود. عشان كده هو بيلعب على فرصه واحده، هو بيلعب على انه زي اكد نتيجه زي ما بيقولوا في الكوره، زي انا عارف ان هو محمس الناس كويس، عارف ان هو عامل لهم مكافآت مضاعفه، عارف ان هو شديد عليهم. فانا مش هقابل الشده دي باسترخاء ولا هقابل الشده دي بتراخي. انا كل اللي انا طلبته من الناس ان هي تبقى اكثر تركيزا، اكثر ضبط اعصاب، اكثر التزام باللي احنا هنقوله. وفي نفس الوقت انا عندي ثقه باذن الله تعالى ان فرقتنا هتعمل ماتش كويس قوي وهتعمل نتيجه كويسه باذن الله تعالى، وهيصالحوني انا شخصيا، وبعدين يصالحوا الجهتين كلها بفوز باذن الله تعالى، ويخلي كل المنافسات القديمه الوضع السيء اللي كانوا فيه يخرجهم. لان انا مقتنع ان باذن الله تعالى احنا محتاجين بس مكسب، والمكسب لما يكون مكسب كبير هيفرق كتير قوي في المعنويات، هيخليك تكمل مشوارك بدون خوف وبدون اي اضطرابات وبدون اي مشاكل باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. يعني نقدر نطمن جماهير نادي بارتين في المباراه القادمه تبقى بدايه فتح خير ان شاء الله. يعني عايز الناس تطمن ان هو مش يعني حتى ايا كانت نتيجه المباراه لان النتيجه لا يعلمها الا الله، بس انا عايز يعني اطمن الناس ان احنا جايين نغير وضع معين. يعني سهل جدا ان انت جاي، لو انت جاي تعمل روح جديده، جاي تعمل اداء طيب، جاي تعلم الناس اسلوب جديد في اللعب، وده كل ما جديد لينا. انا جاي عارف ان انا قادر 8 ماتشات، فاكر انهم ماتشين، فاكر ال8 ماتشات دول ماتشين، لكن انا بامل ان انا كنت على الاقل انا كنت جاي حاطط في دماغي ان انا 8 ماتشات على الاقل كنت هاخد منهم على الاقل 15 جول، وباذن الله نوصل لكده باذن الله. ده الهدف يعني. ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن. نقول لك بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقك، وبامر الله تحقق كل اللي جماهير نادي بارتين تتمناه. ان شاء الله. انا يعني مش عايز اقول جماهير نادي بارتين حتى الثقه في حضرتك وفي الفريق، ان شاء الله تعالى كل خير بامر الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن.